جاهزين لوصفة اليوم رح نعمل مندي رهيب طعم ولا أطيب. مندي بيشرف بأي عزومة وريحته تفتح النفس. إذا بتحبوا وصفات الطبخ اللي بتنجح معكم من أول مرة اعملوا لي متابعة ولايك للفيديو حتى يوصلكم كل جديد. يلا خلونا نبلش ونشوف كيف نعمل المندي الطري والمليان نكهة مثل المطاعم وأحلى. هون في عنا كيلو لحمة رح نقطع قطع صغيرة متوسطة، يعني عشان ما يعذبنا بالطبخ يستوي بسرعة. منضيف كم قطعة ليا معه، وهلأ منضيف المي باردة طبعاً عليه. منضيف بهاراتنا. هلأ في عنا بصلة مع قرنفل زنجبيل وقرفة وكمان ملح. هلأ منجيب 6 كواب رز طويل بسمتي مننقعن تقريباً نص ساعة مي فاترة. هلأ منحضر المندي. في عنا 3 بصلات منجيبن منفرمن ناعمين وفليفلة قلبن منفرمها بهاي الطريقة. حطينا البصل والفليفلة وشوية زيت ونقلبهم مع بعض. حتى يصيروا عنا دهبي بهذا الشكل. هلأ منضيف البهارات كركم وبهارات المندي كمان قرفة وزنجبيل ومنقلب. أكيد كاسة رز منضيف كاسة وربع مي بس ما منكتر. وهلأ بدل ما تغلي المي ننزل الرزات عليها. منضيف قرنفل آخر شي. منغطيها لحتى تنشف المي تبع الرز. هلأ هون أول شي رح نحضر الصوص تبع المندي. عنا بصل وبندورة وتوم ومنخلطهم مع بعض هيك ومنخلط. نضيف معلقة اسفندورة ومعلقة ملح وقصة ليمونة وبهارات المندي نفسها. هلأ نضيف شوية مي وهيك الصلصة هاي عندي صارت جاهزة. ونخلي باقي الخليط ونضيف عليه قرن فلفل حامي. هيك صارت عندي جاهزة. هلأ بنجهز المندي. شوفوا شلون عندي هون المي نشفت تقريبا. شوفوا حبايبي كيف مفلفل ومستوي بياخد العقل. وهنا نعطيها طعمة الفحم طبعا. نحط فحمة ونضيف عليها شوية زيت. وهلأ اجت أحلى مرحلة هي التقديم. شوفوا الرز كيف طالع ذهبي، طعمته بتاخد العقل، ريحته هاي اللحمة شوفوا كيف راحت عنا، يعني قعدت تقريبا شي ساعة ونص على الغطا.